اليوم أيضا قامت مديرية الزراعة بحصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح، وذلك لتجهيز عدد من الصوامع الجديدة للمحافظة على المحصول هذا العام. ملموسة قامت بها مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم لحصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح لكونه من المحاصيل الاستراتيجية الهامة. وقد بلغت المساحات المنزرعة فعليا لمحصول القمح هذا العام 193 ألف فدان بجميع قرى مراكز المحافظة. كما قامت المديرية بتجهيز عدد من الصوامع الجديدة للحد من الشون الترابية التي تتسبب في إهدار المحصول. بالنسبة للقمح احنا عندنا السنة دي 190 ألف فدان تم زراعتها الحمد لله، شاملة جميع الأصناف. احنا بنشجع بناء على تعليمات وزارة الزراعة، الزراعة على خطوط أو الزراعة على مساطب. الزراعة على مساطب ديت أو الزراعة على خطوط ديت بتوفر في مية الري وتوفر في نسبة التقوي وتدي زيادة في الإنتاج أعلى، وبتسهل مقاومة أي حشائش عريضة موجودة في القمح إن وجدت. بالنسبه لو نقارنها من السنه اللي فاتت كانت 183، لكن السنه دي ده حصر بالتجاور فعلا. المنزرع فعلا على الطبيعه هو ال 190 الف فدان. نتوقع ان شاء الله زياده في الانتاجيه باذن ربنا ان شاء الله. لان الشيخ شعراوي قال: اذا لم تكن لقمتنا من فاسنا لم تكن كلمتنا من راسنا. هذا وقد قامت مديرية الزراعة بالمحافظة بتوفير أسمدة العروة الشتوية بواقع 30 ألف طن، تم توزيع 80% منها. وقد حرصت المديرية على إنهاء أزمات الأسمدة حتى يتسنى للفلاحين زراعة المحاصيل دون أي معوقات. افتتحت المهندسة نبيلة محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط